السلام عليكم، ازيكم دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة زي ما احنا شايفين هيفكرنا بذكريات كلنا عشناها في بداية مشوارنا، وهو شغل الكارفينج. الكارفينج من الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر على مشوارنا، سواء في شغل الكلينيك أو في شغل البري كلينيك. من الحاجات اللي لها تأثير كبير قوي الصراحة في الشغل بتاعنا. طيب، فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن بيزكس اوف كارفينج، حاجات الأساسية أو أساسيات الكارفينج، وازاي اننا نبدأ نعمل كارفينج للسنة. قبل ما نبدأ ندخل في الموضوع، عايزين بس نقول كلمة سريعة كده عن الكارفينج. ايه هو الكارفينج وليه بتعلم الكارفينج في سنة أولى؟ تمام. طيب، خلينا نقول الهدف او الفكرة من ان انا بتعلم كارفينج، مش ان انا زي ما ناس كتير بتقول ان انت يعني يا عم مشي الدنيا، مش هتحتاج الكارفينج بعد كده، مش هتنحت السنة بعد كده في عيادتك بمعنى اصح، او مش هتحتاج ان انت تنحت. والحقيقة ده مش الغرض من الكارفينج ابدا، ولا دي الفكرة منه. يعني هو الفكرة حاجة أبعد من كده وحاجة أفضل من كده. طيب، خلينا نبدأ نتكلم واحدة واحدة كده. إيه الهدف من الكارفينج، أو أنا ليه بتعلم الكارفينج في سنة أولى؟ طيب، زي ما اتفقنا، هو مش هنحت الحاجة دي في العيادة. هو الفكرة بس إن هو بيظبط ايدي، بيظبط الكنترول بتاع ايدي، بيظبط التكتايل سensation بتاع ايدي. اقدر ان انا بعد كده ارسم الحاجه، اعرف انا مثلا بقطع من حته عايز اقطع منها نص ملي، عايز اقطع ملي، فايدي تبقى مظبوطه زي ما انا عايز. هو الفكره منه ان هو بيدربك، بيظبط ايدك. تيجي بعد كده لما تيجي تمسك كونترا، تيجي تمسك ابليكيتور، تيجي تمسك اي انسترومنت بعد كده، سواء في مرحله البري كلينيك او في مرحله الكلينيك، انت قادر ان انت تعمل الحاجة اللي انت عايزها. الشكل ده كونكيف، انت قادر تطلعه كونكيف بايدك مظبوطة. الشكل ده كونفكس، ايا كان الشكل بتاعك، ستريت، عايز تعمل راونديشن، عايز تطلع الشكل اللي في دماغك، تقدر ان انت تطبقه بكل سهولة. تمام. طيب، الفكرة عندنا في أسنان هو مش إن أنت تحفظ الحاجة. طب ما أنا يا دكتور، طب ما أنا ممكن أحفظ الشكل وخلاص، أنا مش محتاج أطبقه. لا، هو عايز أقولك إن أنت في الأسنان أو في المجال ده بشكل عام، في أي ليفل فيه أنت بتتعلم الحاجة عشان تطبقها، مش بتعلمها إن أنت تحفظها كنظري، أو إن أنت مثلا بتحفظ أسماء حاجات هتوصفها بعد كده. لأ، أنت بتتعلم الحاجة دي، أنت بتتعلمها نظري عشان تطبقها عملي، فأنت لازم هتطبقها. طيب، لو انا حافظها كده من غير تطبيق، انا ما حاولتش ان انا اطبقها، ف اوريدي المعلومة مش عندي، انا مش قادر ان انا اطبقها. طيب، كتير مننا بيبقى عنده المعلومة وهو برضو ستيل لسه هو مش قادر ان هو يطبق، لان ايده ما خدتش التكتايل سensation، ما عندهوش الكنترول في ايده ان هو يقدر يطبق الحاجة دي. ودي طبعا بتفرق جدا جدا في طبيب الاسنان، انك انت لازم تكون متعلم الحاجة، عندك المعلومة النظري وقادر تطبقها بإيدك، تفرق كتير جدا. طيب، برضو كمان يعني لو جينا نبص حد من زمايلنا لقيناه مثلا كويس في الكارفنج في سنة أولى، فبتلاقيه اوريدي، بتلاقيه بعد كده في شغل البري كلينيك، في شغل الكلينيك، هو بتلاقي ايده كويسة، لأن هو خلاص قادر إن هو يظبط ايده. يعني الكنترول بتاع ايده اتحسن من شغل الكارفنج. مش هيستخدم الكلام ده بعد كده، مش هيعمل كارفنج، مش هي الشغل مش هيتعاد، بس خلاص هو خد الهدف او الغرض من شغل الكارفنج ان هو يظبط ايده، وده المطلوب من شغل الكارفنج مش اكتر. تمام. طيب، عشان ما نطولش علينا، يلا نبدأ ندخل في الفيديو كده. طيب، زي ما اتفقنا، الفيديو هو تيبس وتريكس في الكارفنج، البيزكس، ازاي بعمل كارفنج او ازاي بنحت. طيب، الحاجات اللي بنستخدمها هي حاجات بسيطة جدا، مش حابب ان انا ادخل في حاجات كتير، حاجات بيزيكلي، حاجات بسيطة قوي. الكارفر حتى ممكن مش هستخدمه خالص دلوقتي. مسطرة، في مسطرة بتبقى صغيرة بس للأسف ما لقيتهاش، فايه مسطرة صغيرة. طيب، خلينا نبدأ كده حاجات. وفي ايدي ده النايف، طبعا قديم شوية، اشتغلنا بيه كتير قوي. طيب، ذكريات طبعا افتكرناها، وحاجات كلنا افتكرناها. خلينا نبدأ كده ونشوف ايه هو الكارفنج معانا، او بمشي ازاي، يعني ايه اعمل كارفنج. طيب، اول حاجة خلينا نتفق فيها، وهي مسكة الكارفر او النايف اللي انا شغال بيها، وهي الموديفايد بينجرز. موديفايد بتكون بالميدل فينجر، الثامب والاندكس قصاد بعض بالطريقه دي كده. تمام. طيب، بلاش الطريقه دي اللي هي بالم اند ثامب، ان هي كده بيبقى عامل بريشر زياده عن اللزوم، بضطر ان انا اعمل فورس كبيره قوي على السنه، فمش هكون قادر اتحكم في الكاتنج بتاعي، انا بقطع دي. تمام. طيب، ادي المسكه بتاعتنا الصح. خلينا نبدا ندرب ايدينا اننا عايزين نعمل كاتنج في حته معينه. تمام. طيب، الكاتنج بتاعنا كله بيبقى من فوق لتحت. خلينا نفترض مثلا ان انا عايز اجيب حته مثلا زي كده، اي قطعه واكس، عايز ان انا ابدا اعمل لها كاتنج. طيب، الكاتنج انا مش بقطع كده، يعني مش من فوق لتحت. تمام. لا، يعني انا بيبقى في دايركشن
اكني ماسك منشار او ماسك سكينه بقطع بيها حاجه معينه. تمام، فالكاتنج بتاعي هيبقى انا ماشي كده على الانجل مثلا او ايا كان الاوت لاين بتاعي، وببدا ان انا بوش فورورد. تمام، هتلاقي الكنترول بتاعك ماشي كويس زي ما انت عايز. نبدا لاير باي لاير. تمام، هتلاقي الكنترول بتاعك والتكتايل سنسيشن بتاعك اعلى. تمام. تمام، ادي كده لو انا برسم الاوت لاين بتاعي ببدا ان انا احدد الانجلز بتاعته. يبقى زي ما اتفقنا انا بنزل على السايد او المكان اللي انا عايز ابدا اعمل منه الكاتنج بتاعي، وببدا ان انا ابوش الكارفر او النايف بتاعتي فورورد لقدام. تمام، وطبعا كل الكاتنج from upward downward. تمام، مش بقطع كده. تمام، طيب خلينا نيجي في حتة تانية كده. لو انا عايز اعمل خلاص احنا جبنا الانجلز بتاعتنا، عايز بقى اساوي الجزء اللي في النص ده. تمام، فالكاتنج بتاعنا زي ما اتفقنا انا ببدأ من فوق وابدأ ان انا ابوش وانزل داونورد. تمام، ده كده شكل الكاتنج بتاعي. ولنفترض شكل الكاتنج بتاعي بالمنظر ده، ان انا بهدلت الدنيا. وطبيعي ان هو يعني مش مبهدل الدنيا، مش بيبقى سموث، مش بيبقى فينيشد. تمام، ولنفترض ان انا خلاص مثلا قطعت بالشكل ده اهو، وعايز ان انا ابدا افنش الشغل ده، او عايز اخليه سموث، او ان انا اعمل له سموثنس، افنش الشغل بتاعي. طبعا ما ينفعش الكاتنج عندي بالمنظر ده. تمام، طيب اتفقنا الكاتنج بتاعي from upward to downward، الفينشنج بتاعي العكس from downward to upward. تمام، طيب وانا شغال بفنش النايف بتاعتي او البليد بتاعتها بتبقى نازله رايت انجل على الواكس. تمام، طيب مش بميل زاويه كده او كده، انا عايز هعمل دلوقتي سكراتش زي سموثنس للواكس بتاعي. تمام، ببدا ان انا سكراتش from downward to upward. تمام، طيب وانا شغال اهو خلاص بدانا ان انا نعمل سموثنس، ببدا ان انا اطلع بايديا لحد ما تخبط في الجزء في صباعي اللي قدام. تمام، طيب برضو وانا شغال بالنايف بتاعي او بالكارفر انا بعمل سموثنس، عايز الكاتنج بتاعي يبقى فلات ستريت سموث. تمام، يبقى انا عايز الجزء الستريت بتاعي، ما اجيش هنا بالتيب كده او بالجزء اللي هو الكيرفت في النايف وافضل اعمل سكراتش، هلاقي نفسي بعمل كونكافيتي في الواكس بتاعي. تمام، لا انا باجي بالجزء اللي هو ستريت. تمام، وابدا ان انا اعمل سكراتش للسنه بتاعتي كلها، بدا ان انا الكاتنج بتاعي يبقى راوندد وسموث. تمام، شوف شكل الكاتنج. طيب حسيت ان بدا في الريجولاريتيز او elevations and depressions بالعرض. تمام، نقوم قلبين السنه وجايبين برضو بالجزء الستريت. تمام، فروم رايت تو ليفت، وابدا ان انا اعمل سكراتش او ان انا اعمل سموثنس للواكس بتاعي. تمام لحد كده في اي مشاكل؟ طيب ده كده شكل الكاتنج بشكل عام، ان انا ابدا اعمل راونديشن، ابدا اعمل سموثنس. خلاص عرفنا شكل الكاتنج بيبقى فروم ابورد تو داونورد. شكل الفينشنج او السموثنس فروم داونورد تو ابورد او رايت تو ليفت. لو بقى عندي irregularities محتاج ان انا اجيبها بالعرض اهو. تمام، طيب خلينا او يعني برضو الحته دي برضو عشان بتبقى كلينيكالي بعد كده في شغل الكراون او في شغل الفيكسد. لو زي ما اتفقنا لو عندي الريجولاريتيز بالعرض كده زي ما شفنا من دلوقتي من شويه دلوقتي، لو الريجولاريتيز بالعرض او في كذا مطب بالشكل ده وفضلت انا ماشي على نفس الاتجاه فروم داونورد تو ابورد، هيفضل النايف او الكارفر بتاعي يطلع وينزل معاه. فلو بقى في irregularities بالشكل ده، عشان اصلحها او اخليها فلات بقوم جاي بالعرض في الجزء الستريت في البليد بتاعي وابدا ان انا اعمل له سموثنس. تمام، ادي شكل الكاتنج بتاعي. لو جيت في الاخر لقيت البوردرز بتاعتي من هنا اقوم اعمل لها سكراتش خفيف كده نعمل لها سموثنس. تمام، طيب ده كده شكل الكاتنج او يعني البيزكس الاساسيه. بعد كده بنبدا اننا نرسم الاوت لاين بتاعي ونبدا اننا نشتغل في الكاتنج بتاعنا سواء كاتنج زي ما اتفقنا. طيب هنا برضو لو جينا نبص على الزاويه دي وليكن ده الاسبكت بتاعنا. طيب خلينا نبدا سنه كده ناخد ستيب 1. طيب خلينا نبدأ نجرب الشغل بتاعنا كده ونبدأ نطبق الحاجات اللي اتفقنا عليها. خلينا نبدأ مثلا بستيب 1 مثلا في الأبر سنترال مثلا ولنفترض. تمام، ببدأ أول حاجة عندي أحددها وهو الميد لاين. الميد لاين هلاقيه في ناحية كده من الواكس بتاعي، هلاقي في ناحية الميد لاين والأوبوزنج ليها الناحية التانية بلاقي الميد لاين موجود معايا. تمام، أو لو أنا معايا مسطرة الميد لاين أو إن أنا بقيس العرض بتاعي أشوفه قد إيه وأقسمه نصين، ده كده الميد لاين اللي هو خط النص معايا بالظبط. تمام، ادي كده الميد لاين بتاعنا على نفس المكان، هنعتبر ان الخط اللي مرسوم ده هو الميد لاين. طيب سريعا كده ولنفترض ان انا خلاص عايزين بقى نحدد اللينس بتاعنا، فانا بقف عندي اي رقم معين وليكن هنا واقفين مثلا عن رقم 2. تمام، يبقى هنقيس الكراون لينس بتاعنا اللي هو 10 ملي اللي هو 1 سنتي. تمام، والنك بتاعتي احنا هنا مش بنعمل روت كامل وليكن مثلا النك 5 مللي. تمام، طيب انا لو عايز اكمل بتكمل بعد كده الروت بتاعك بالمقاسات اللي انت شغال عليه. تمام، ونبدا اننا نوصل كده ده كراون لينس وده اللينس بتاع النك. تمام، الناحيه التانية برضو نفس الكلام سريعا. ادي كراون لينس 1 سنتي، نك 5 مللي، ونبدا اننا
نوصلهم ببعض كده سريعا. تمام. طيب لو حابب برضو اننا نوصلهم ببعض كده من السايد ده to another side. تمام. طيب يعني الشغل سريعا بس كده عشان نبدأ بس اننا نطبق الحاجات اللي اتفقنا عليها ونشوف الدنيا في الكاتنج هتبقى ماشية ازاي. تمام لحد دلوقتي دكاترة؟ طيب عايزين نبدأ نحدد اللينس بتاعنا. اللينس من عند السيرفايكال من تحت بيكون 4 مللي و4 مللي. بنبعد من الميد لاين من هنا from right 4 مللي. هسيب لكم المقاسات بتاعتها دلوقتي في الصورة جنبنا. تمام. من 4 مللي اهو، وادي 4 مللي. بنطلع من فوق على 5 و5. تمام. طيب بنعلم كده سريعا ادي المقاسات بتاعتنا. من تحت الجزء بتاع السيرفايكال بيبقى ستريت، الجزء بتاع النك اهو ادي ال4 مللي البوينت اللي عملناها ستريت. تمام. بنبدأ نعمل شكل الترابيزويد شيب اللي هو بنطلع نعمل فليرنج لبره كده من عند خط السيرفايكال لاين بالظبط. ادي كده شكل الترابيزويد شيب بتاعي. تمام. الناحية التانية سريعا نفس الكلام، 4 و4 بيكونوا ستريت. نبدأ نطلع دايفيرج لبره كده على 5 و5. تمام. ادي الاوت لاين بتاعي. نبدأ اننا نوصلهم ببعض من فوق هنا والناحية التانية. يبقى ده كده ترابيزويد شيب ستيب 1 في الابر سنتر. تمام. طيب خلينا نشوف الكاتنج ونشوف الحاجات اللي اتفقنا عليها. طيب اول حاجة وانا بعملها انا بقطع اللينس بتاعي اللي هو توتال الكراون والنك. بقوم جايبهم الاتنين مع بعض كده من تحت. اتفقنا ماسكة النايف بتاعتي. تمام. واقوم عامل الليمت بتاعي هنا كده ده اخري. تمام. عشان ما انزلش اكتر من كده، ما الاقيش الكراون نازل معايا اكتر من كده. تمام لحد دلوقتي. يلا اتفقنا بقى دلوقتي عايزين نجيب الكراون، يعني عايزين نعمل الكاتنج فروم ابورد تو داونورد. مش بنجيب الكاتنج كده. تمام. من فوق لتحت. عايز ابدا احدد الزاويه دي والزاويه دي وبعد كده اجيب الجزء اللي في النص. تمام. طيب يلا يبقى انا ببدا من فوق. تمام. ببدا ان انا ابوش النايف بتاعي فورورد. تمام. انا ماشي على اللاين بتاعي. طيب برضو نصيحة، خلي المقاسات بتاعتنا بزيادة. يعني الأربعة مللي دي كان المفروض 3.5 3.5 و3.5، فاحنا نخلينها 4 بحيث معانا نص مللي هنا ونص مللي هنا. في الآخر لو بقت السنة لارج شوية بنبدأ إننا نعمل لها سموثنس، بنصغرها تاني وبنرجعها للمقاس الطبيعي بتاعها. تمام. خلاص ماشيين على المقاس بتاعنا. هنبدأ إننا ننزل تاني على الأوت لاين بتاعنا. تمام. الخط اللي انا عملته تقيل تحت كده خلاص، انا لما بوصل هنا الواكس بيتقطع لوحده. تمام. لحد كده ادي الاوت لاين من هنا. نيجي الناحيه التانية برضو نفس الكلام، عينيا على التاب. ببدا بش داونورد وبزق النايف بتاعتي فورورد. تمام. لحد دلوقتي في اي مشاكل؟ تمام. خلينا على المقاس بالظبط. طيب المفروض دلوقتي الاسبكت بتاعي انا شغال دلوقتي الاسبكت بتاعي ستريت، مفيش اي راونديشن فيه. يبقى انا المقاس اللي انا عايز اقف عنده فين؟ عند اللاين انجل اللي هو الاكسترنال الخارجي ده. تمام. هنا عايز اقف على الاسبكت كله يكون بنفس الليفل ده. تمام. يبقى كل اللي فوق ده انا محتاج اقطعه. لسه المقاس بتاعي هنا فوق بعيد قوي، كل ده انا محتاج اقطعه. تمام. يلا خلينا نبدا كده واحده واحده. وزي ما اتفقنا انا ببدا بالتب بتاعتي كده وببدا ابوش فورورد وبنزل داونورد. تمام. براحتك خالص، لاير باي لاير. هتلاقي الكاتنج بتاعك مظبوط خالص، مفيش اي مشاكل. مش شرط تقوم نازل على القلم على العلامه بتاعتك مره واحده وتقوم ضاغط كله، لا مش هتيجي معاك وممكن الواكس يتكسر. تمام. طيب زي ما اتفقنا اهو ببدا ان انا بوش فورورد وبنزل داونورد على الخفيف خالص. يعني ممكن براحتك اهو لاير باي لاير بس عشان وقت الفيديو. تمام. طيب هنقف لحد كده. هل انا كده تمام؟ اتفقنا اللاين انجل بتاعي فين؟ ده اللاين انجل اللي انا المفروض اقف عنده. يبقى انا لسه عندي ملي تقريبا زياده اكسس. تمام. هنا برضو نفس الكلام، هنا برضو لسه نفس الكلام. طيب ان انا اقف زياده قوي كده لا، ده زياده اوفر. يعني انا المفروض بقف على الخط اللي انا عامله، والخط اللي انا عامله ده او الاوت لاين بتاعي هو اوريدي اكسس اللي هو نص ملي من هنا ونص ملي من هنا. فانا المفروض بقف على الاوت لاين بتاعي اللي انا رسمه معايا بالظبط. طيب يلا سريعا. تمام. شايفين الخط اللي انا حددته من تحت اللي هو عند النك، اللينس بتاع النك. خلاص انا بنزل تحت الكارفر او النايف بيبدأ يقطع ويطلع لبره. تمام. تشيك. طيب حسنا خلاص بدأنا نقرب من الاوت لاين بتاعنا. ستوب. خلاص نعمل خلاص يعني بلاش كاتنج، لان ممكن وانا بضغط في منطقة معينة الكاتنج بتاعي يزيد زيادة عن اللزوم. تمام. خلاص احنا وصلنا باقي تقريبا اقل يعني نص ملي تقريبا هنا ونص ملي هنا ونص ملي هنا. لا طيب اخر نص ملي ده انا بسيبه اللي هو جزء السموثنس، جزء الفينشنج زي ما اتفقنا. الكاتنج فروم ابورد تو داونورد. طيب سموثنس العكس فروم داونورد تو ابورد. تمام. طيب باقي جزء من النايف الجزء الكيرفد ولا الجزء الستريت؟ تمام. الجزء الستريت. وابدا ان انا من تحت فروم داونورد تو ابورد وابدا ان انا اعمل سموثنس للاسبكت بتاعي كله. تمام.
طيب سموثنس لحد فين؟ لحد ما اوصل للليفل بتاعي. السموثنس هو بيشيل لاير صغيره لحد ما اوصل للليفل بتاعي. طيب شايفين كده السموثنس بتاعي او الفينش بتاعي بقى شكله عامل ازاي؟ تمام. طيب حسينا ان بقى في irregularities او في مطبات elevations and depression، هنقوم لافين الواكس بتاعي وجايبها بالعرض from right to left. تمام لحد دلوقتي. طيب لسه باقي لاير بسيطه، ببدا برضو ان انا من تحت from downward، وصباعي ده صادد قدام عشان يعني ممكن اشيله عادي اهو، يعني ممكن اشيله بس خلي ايدي بقى خفيفه، اللي هو باجي في الاخر كده وبسحبها لفوق بحيث ما تنزلش كل شويه. تمام. وبرضو ايديا وانا بعمل سموثنس ايديا تطلع مره واحده، يعني مش بمشي بالراحه كده. يعني شايفين لما مشيت بالراحه ايه اللي حصل؟ لا انا بحط البليد كله على الواكس واقوم طالع بايدي كلها مره واحده. تمام. طيب اتشيك الاوت لاين بتاعي رايت ليفت. تمام، حاجه بسيطه كمان، وهكذا، وبفضل وراها لحد ما ابدا اظبط الاوت لاين. لقيت فيه irregularities بالطول اقوم جايب from right to left. طيب ادي الراونديشن وادي السموثنس بتاعي، وهكذا نفس الكلام الناحيه التانيه. وبكده نكون عملنا يعني ستيب 1 اللي هي الترابيزويد شيب، وعرفنا التيبس اند تريكس، الكاتنج بتاعي وازاي اعمل فينيشنج، البيزكس فروم كارفنج. تمام. طيب كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.